البحر المتوسط. ده كان مطعم او مطعم اسمه لابي. ده لابي ده. سايد او ضف كمان. ده مول لابي ده. ايوه. ده كان في حبهان في مطعم جوه مطاعم سمك كمان جميلة جدا يعني. هو اسمه وجنب منه نادي، ايوه اللي هو سي سايد. حبهان. ايوه. مطعم مشويات وكده. ونادي الصيد جنب منه اهو كمان. نادي اليخت. يا الله على الحاجات الجميلة الحلوة دي. الآثار المصرية اهي يا جماعة. الآثار المصرية عبر التاريخ. يا سلام، ايه الحاجات البحرية الحلوة دي؟ حاجات جميلة جدا. بصوا كده، قربوا كده، قرب معايا، قرب. قربت اهو. دي كمان حاجة زي دي كده، الأهرامات. حاجات كلها من العاج وكده. أجانب بيجوا طبعا يتفرجوا ويشوفوا. كل ده من العاج بتاع البحر. دي هم جايبينها من البحر الأحمر. من البحر عندنا قواقع وحاجات كده. أيوه. حاجات جميلة يعني. ده الفك المفترس بتاع، بص. العصر الطباشير. لا ده فك، ده سمك قرش، بتاع سمك قرش. بجد؟ اه والله. والله بتاع سمك قرش. دي طاقيات. بص بقى بداية. اتطورت خالص على فكرة، جوه في ممشى جميل. ها ما كانتش كده. ده سي سايد. بص المطعم ما كملش اهو. جو جميل جدا بصراحة. جو حلو قوي. دي القلعة بعد التطوير بس. لسه الحاجات زي ما انتم شايفين كده في التطوير بعد التطوير لسه ما خلصناش. ناس قاعدة على البحر، واللي بيصطاد واللي بيستحمى واللي بيشم هوا واللي مزج، كله شركة واحدة، شراكة. ايه رايك عبودي في المنظر ده يا عبودي؟ منظر يرد الروح. الأول ما كانتش كده خالص، كانت اتغيرت. كانت كده اتغيرت خالص. يلا يلا على الهوا يلا. هذا زي وشك يا عبودي. انما ايه رايك بعد التصوير ده؟ لا التصوير حلو بصراحة يعني. أنا عن نفسي عجبني جدا. وايه رايك بعد ما حجزت بقى عشان تروح الغردقة؟ الحمد لله حجزت طبعا. طبعا هو لسه حاجز دلوقتي عشان طالع الغردقة ان شاء الله الاسبوع ده. انتظرونا في فيديوهات جاية، حاجات رائعة وجميلة. بس ادعمونا بقى وشجعونا شوية ان شاء الله. احنا هنروح الغردقة ان شاء الله وهنصور لكم احلى الفيديوهات واحلى المطاعم كمان اللي هناك. وهتعمل حاجات كده في المطعم، الاكل والشرب وكده، فلوجات يعني كده ان شاء الله. ان شاء الله بقول الله. بس اهم حاجة بس شجعونا بقى عشان ممكن نسافر حاجات ونروح اسوان وصور لكم حاجات تانية كتير. بس محتاجين بقى شوية دعم يعني. ادعمونا بلايكاتكم، بالسبسكرايب طبعا، بالسبسكرايب بالشير لاصحابكم. احنا طبعا النهارده هنعمل لكم معلومات قيمة جدا عن فيديو خاص كده عن القلعة. بس يعني هنجيب لكم القلعة واجيبهم التاريخ، يعني انا بحب كل فيديوهاتي ادي شوية معلومات كده عشان الناس تستفيد. يا الله ايام ريا وسكينة. تقول له غيرت المنديل، تقول لها غيرت المنديل يا ريا، غيرت المنديل يا سكينة. منديل بترتر، اسمه منديل بترتر. دي الحاجات اللفة الاسكندراني، ده اللبس الاسكندراني يا جماعة. اسكندرية مارية وترابها زعفران. بس دي حاجات اللي هي اللبس الاسكندراني. شايفين الهوا حلو وجميل النهارده. نادي اليخت، ده نادي اليخت. اسكندرية مارية وترابها زعفران. الله. هو لو هنكلمه هيعمل لنا احلى حوار.
احلى. بس لسه ما فتحوش الممشى دي. لا لسه. ها؟ تعالى بقى، تعالى. بص الممشى ده لسه ما اتفتحش. بص الطوار بس لسه ما اتفتحش. طبعا الممشى ده لو اتفتح بقى يا جماعة هنبقى نيجي نعمل لكم فيديو عليها. كل مكان كده فيه تطوير ولا حاجة نعمل لكم فيديو طبعا يا فيه. جماعه احنا معلش احنا بنصور ومندمجين بالمنظر الجميل ده، ف ان شاء الله يعني. وده ممنوع الدخول فيه دلوقتي الممشى ده. ده بقى العمق الاسكندراني ده. هو مش عايز حاجة أكتر في الدنيا غير إنه يقعد بس كده القعدة دي على البحر وخلاص، ياكل إن شاء الله سندوتش وبس. دي كل متعة الاسكندراني. لا بيبص الفلوس ولا بيبص لأي حاجة ولا جاه ولا ثروة ولا مال ولا أي حاجة. هو بس متعته هي بس إن هو يقعد كده، نجيب له سندوتش وياكل ويستمتع بصوت البحر وياكل وخلاص على كده. ده الاسكندراني يا جماعة بالبلدي كده. هيفتحوه امتى يا ابو الحاج ده؟ شغال بيخش جوه؟ بيخش من البوابة يعني؟ تعدي من ورا تخيل كده ونص. اه صغيرة يعني. اه على البابا ياخد النفر 20 جنيه. 20 جنيه وتخش بقى جوه. اه بس شايفه انه مقفول من هنا. تعرف تعدي من هنا عادي. اه بس المدخل بتاعه من ورا. نص من هنا من الناحية التانية اللي عليها. لا نلفه احسن. شاكرين يا عم. ايه؟ ده فاتحينه يعني. مش عارفين انه مفتوح. وريتكم الراجل الاسكندراني ده، هي اسكندريه كده. ده بقى الاسكندرانيه الاصلي. الاسكندراني ومش عايز حاجه من الدنيا غير كده، يقعد بس سندوتش وخلاص على كده يا جماعه ايه بس التطوير حلو قوي يا عبد الرحمن. حلو قوي. تطوير جميل يعني. بص لسه بيطوروا فيه. بيخشوا منين مش عارف. ايه الجمال ده يا جماعه. عاملين حاجز من هنا لحد السلسله في تلف قاعد على البحر. مفيش امتع من كده. قاعد بستمتع خلاص بالجو الحلو. شكرا. لا الله يكرمك، الله يكرمك.